السلام عليكم. ستي قالت لي شيلي 7 من دفتر الأحباب. قلت لها مين هما؟ قالت لي أولهم اللي لمشاعرك ما عملش حساب، تانيهم بقى اللي ما ردش غيبتك ومع اللي عيب وعيب، وتالتهم اللي شاف ضحكتك وعلى ضحكتك حسدك وجاله اكتئاب، ورابعهم بقى اللي وقت الوجع سابك ورد الباب، وخامسهم اللي يشمت فيكي أكتر من الأغراب، يا ساتر يا رب، وسادسهم اللي يبيع عشرتك على أتفه الأسباب، وسابعهم اللي منتظر منك غلطة ويحاسبك عليها أشد حساب. والله دول لا لوم عليهم ولا عتاب، قلوبهم يا ساتر يا رب مليانة سواد ولا الهباب. يا حفيظ يا رب، ربنا يكفينا ويكفيكوا شرهم. بجد الناس بتوع زمان دول كانوا بيقولوا شوية حكم مش ممكن، وإلا الأمثلة الشعبية بتاعتهم فظيعة. أنا بصراحة من عشاق الأمثال الشعبية، أحب أسمعها قوي، لكن للأسف ما بعرفش أحفظها. وكمان عليهم شوية أقوال يا نهار أبيض موزونة بالميزان، كأنهم بيقولوا كده كل كلمة موزونة جنب التانية، وتحس إن اللي هم بيقولوه فعلا صح وبنلاقيه كمان في الحقيقة. بس للأسف إحنا مش عارفين ننقله لأولادنا. يعني أنا أولادي لما قلت لهم الكلام ده كانوا بيسمعوه لأول مرة، يعني إيه ده؟ حاجة كده مستغربينها كتير. بس إحنا كنا بنسمعه كتير من أهالينا، أمهاتنا بقى وأجدادنا، وخصوصا أجدادنا. كل اللي عنده بقى أي حاجة من الحاجات الحلوة دي يكتبها لنا وكلنا نتشارك فيها. وطبعا لأن أنا محتوى طبخ فما ينفعش أجيب لكم أي حاجة غير برضو الأكل. عملت فضلة خيركم النهارده شوية سجق. عملت فيهم ايه بقى؟ جبت واق وعلى نار عالية جدا سخنت الواق ده كويس قوي، وبعدين حطيت السجق زي ما هو من غير ما اقطعه، وكمان من غير اي مادة دهنية، كفاية الدهون اللي هي فيه بتبقى مليانة الصراحة. بعد كده بقى اول ما تشوح على كل الجوانب رحت حاطه بصله، مع ان البصل غالي قوي اليومين دول بس مش مشكله، بصله كبيره حلوه كده على كيلو الا ربع، ورحت مقطعاها بس مش صغير قوي ومش كبير قوي، وهشوحه بقى مع السجق دقيقتين 3. وبعد ما احس ان هو دبل شويه اكون محضره 3 طماطمات كبار مقطعهم برضو مكعبات، احط الطماطم بقى مع قرن فلفل كده حامي واقلبهم تقلبتين 3 وهدي النار خالص واسيبه يستوي. وقبل ما اطفي عليه بدقيقه واحده اكون محضره واحده من الفلفل الرومي واروح حطها عليه متقطعه طبعا، واقعد اقلب بقى كده تقلبتين وخلاص يبقى السجق استوى. على فكره انا عملته قبل كده في كذا فيديو، يا ريت تشوفوهم لو عايزين تشوفوهم. اما دلوقتي بقى فانا كنت بعمل بصراحه سندوتشات سريعه كده عشان الغدا، الولاد جايين من المدرسه ولازم اعمل لهم غدا. وعملت سلطه الطحينه، ولا صوص بقى جاهز ولا اي حاجه، شويه طحينه كده عليهم ليمونه وربع معلقه خل وكمان ملح وفلفل وكمون، قلبتهم كويس وبعدين فضلت اخفف فيهم لحد ما وصلت للسمك اللي انا عايزاه، من غير توم من غير اي حاجه تانية. وعملت احلى سندوتشات بقى، يعني لا تقولوا لي بقى سندوتشات الشارع ولا المطاعم ولا اي حاجه، حاجه نظيفه وجميله، هي مش على قد ايدينا قوي يعني بصراحه، بس يعني حاجه الولاد كلهم بيحبوها، يعني بالنسبه لهم دي بتبقى وجبات من الوجبات السعيده. ايه رايكم في الساندوتش؟ يا رب يكون عجبكم. يا ريت ما تنسوش بقى تتابعوني في كل فيديوهاتي وتقولوا لي رايكم كمان ايه، وما تنسوش الامثله الشعبيه اللي انا مستنياها. والف هنا وشفا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم.